السلام عليكم. عاملين ايه النهارده؟ اليوم ان شاء الله هنعمل بطاطا مبطنه. البطاطا الليبيه نوع من المقبلات، وصفه كتير لذيذه. اول حاجه معايا لحمه مفرومه. بالنسبه للبهارات معايا معلقه من الخبز المطحونه او البقسماط، نص معلقه بهارات ليبيه او 7 بهارات اذا ربع معلقه من القرفة، رشة بسيطة كتير، نص معلقة ملح، نص معلقة من البابريكا المدخنة، نص معلقة فلفل أسود، ربع معلقة كركم، ورش على طرف المعلقة شطة حارة، لأنه أنا عنديش فلفل حار. حطيت فلفل اللي هو الكوبي أو الدون، يعني مش حار. هذا بالنسبة للبهارات ننزل بيها. اوكي، بالنسبة للخضرة اللي بدي اطحنها كمان بدي احط معلقة صغيرة، نص معلقة كده من دبس البندورة او صلصة الطماطم. الخضرة اللي معايا هي عودين من الكزبرة والبقدونس الخضر، طرف توم، بصلة كبيرة قطعتها، وقرن فلفل اخضر. هو المفروض يكون يعني حار، ولكن انا مش متوفر عندي، فهطحن الخضرة دي مع بعضها وهنزل فيها على خلطة اللحمة. كمان اخر حاجة هحطها هي بيضة، هكسر بيضة على الخليط بتاع اللحمة. دلوقتي انا خلطت الخضرة بتاعتي وضفت البيضة، هنزل بالخضرة، الشبت سوري، كزبرة وبقدونس، بعدين كزبرة وبقدونس، طرف فلفل وبصلة كبيرة. هنزل على الخليط بتاعي خلطهم كويس. ده شكل الخليط بتاعي بعد ما عجنته كويس. هخليه يرتاح وهحضر البطاطا، هقشرها واعملها حلقات، وهفتحها كمان كل حلقة من النص عشان اقدر احشيها الخلطة بتاعتي. دلوقتي انا بعد ما حضرت الخلطة معايا 3 مكونات: دقيق او طحين، معايا بيض، انا حطيت معاه شويه لبن عشان يعطي لون ذهبي حلو، وعليه رشه ملح وفلفل اسود، اوكي، ومعايا خبز مطحونه او بقسماط. البطاطا انا بقشرها مثلا، بقطعها هيك، اوكي اهي، يعني كاني هعمل صينيه بطاطا. الطرف هذا نفسه قبل ما اقسمه خالص باجي بفتحه هيك في النص كمان هيك، بعدين كمل هذه للاخير هيو، يعني هيك. بعدين بحشيها اللحمة، خليط اللحمة، اوكي هيو. بعد ما احشيها خليط اللحمة بنزل في الطحين، بعدين في البيض، وبعدين في الخبز او في البقسماط.
الكوسة المطحونة، بعدين بقليها. اوكي، وده شكل البطاطا بتاعتنا النهائي. طبعا قلتها في الزيت، حطيتها زي ما وريتكم في البيض والبقسماط، شكلها كده في الدقيق، بعدين بيض مخفوق، وبعدين بقسماط او خبزة مطحونة، او شكلها بتنقلي. ده شكلها النهائي. اتمنى ان انتوا تجربوها، يا ريت متنسوش اللايك وتشتركوا. مع السلامة.